بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذه حلقة من حلقات واقعنا المرير، وهي تأتي جوابا على السؤال الذي طرحناه في الحلقات الأخيرة: كيف فسد الناس ومن أفسد الناس؟ بمناسبة تفجر فضيحة الدبلومات المزورة. كيف يتسابق الناس على الدبلومات أو الكرتونة كما يسمونها، على حساب التكوين وعلى حساب الأهلية وعلى حساب التحصيل وعلى حساب مكارم الأخلاق. كيف يتسابق هؤلاء على الكرتونات كما يسمونها، التي كان يسميها الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، كان يسميها شهادات الزور. نعم، يتسابقون على شهادات الزور. الإنسان يقرأ ويدرس ويتعلم ليرتقي بعقله، ليزكي نفسه، لا يدرس ويلهث وراء الشهادات، أو بالأصح شهادات الزور، ليظلم الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. والذي لا يملك دبلومات ولا يملك مستوى علمي أو فاته الجيتار كما كان يقول رئيس اليمن السابق، من فاته الجيتار يسعى لتحصيله أي الدبلوم بطرق ملتوية، عن طريق التزوير، عن طريق الرشوة، أشياء أخرى نستعف عن ذكرها، لا سيما عند العنصر النسوي. لما كل هذا؟ لماذا كل هذا التسابق وهذا التهافت على الدبلومات؟ ليستطير الإنسان على أخيه الإنسان، ليستعبد الإنسان أخاه الإنسان، للوصول إلى المنصب، للوصول إلى البوست. لسان حاله ولسان مقاله: اسمع لي أنا، لا أريك إلا ما أرى. الله يودي، أنا وياك راه خدامين مصلحة البلاد والعباد، أنا وياك راه خدامين المصلحة العامة أو مؤسسة عمومية أو شركة خاصة. كيف أسمع لك وأنت كليل اللسان، فضلا عن الكلالة في الفهم؟ لا تقدر حتى على اتخاذ قرار في مسألة بسيطة، فضلا عن مسائل مصيرية. إنه العجب العجاب في هذا الزمان، يتسابق الجميع على الدبلومات ليضعها على حائط مكتبه، ليحظى بالوجاهة الاجتماعية ويمثل على الناس تمثيل. يسعى للحصول على الدبلومات ليستعلي في الأرض. وتبقى كلمات أرسطو خالدة: تكلم لأراك. نعم، تكلم لأراك. بعدما دخل أحدهم وهو يتبختر في مشيه يزهو بنفسه وسيما بشكله، فنظر إليه سقراط مطولا ثم قال جملته الشهيرة التي أصبحت مثلا دارج على ألسن الناس: تكلم حتى أراك. وهناك قول آخر منسوب لعلي رضي الله عنه: المرء مخبوء تحت لسانه حتى يتكلم. نعم، يرهبك هؤلاء بالألقاب: دكتوراه، ماجستير، أستاذ، باحث، رئيس مركز الأبحاث العابرة للمحيطات والقارات والفضاءات. ويبقى السؤال: أين الخلل؟ ولماذا فسد الناس؟ ولماذا انهزمنا ولا نزال منهزمين؟ لماذا تسلط علينا العدو بهذا الشكل؟ من أفسد الناس وكيف فسد الناس؟ من أوصلنا لهذه الحالة؟ كيف تتغير السلطة؟ ما الذي يغير الراعي؟ ما الذي يغير الرعية؟ نعم، كيف تتغير الأزمان؟ وما هو الزمان؟ قل هو من عند أنفسكم. نعم يا رب، هو من عند أنفسنا. ما نعيشه في هذا الزمان الغريب الأطوار، لا أسئلة لا أجوبة. المهم هو المال وكيفية جمع المال وكيفية التمثيل على الناس. سطى على السياسة رجال الأعمال. نعم، السياسيون الآن هم رجال أعمال. ماذا تنتظرون من مشكورة؟ جمع المال.
يستيل للسلطة ليغير القوانين لمصلحته. نعم، ليستعبد الناس ويستغل الناس. هذا إن كان دارسا حقا. أما إن كان أميا أو مستوى على قد الحال يلجأ إلى شراء الدبلومات. هذا هو حالنا. كاين اللي كيجمع الفلوس باش يشري الناس، وكاين اللي كيجمع الفلوس باش يمثل على الناس، وكاين اللي كيجمع الفلوس باش يستعبد الناس كحال صاحبنا. وفي المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، هذا هو الماستر. الأمر جلل، ما زالت الخيوط تتكشف. يوم الثلاثاء الماضي فجر وزير العدل الوهبي مفاجأة خلال البث في التعديلات على مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب. قال بأن صاحبنا كان يترأس جمعية لمحاربة الرشوة، ووقع اتفاقية شراكة مع وزير العدل السابق. هذا مزور، هذا الذي يبيع الدبلومات بمقابل مبالغ مالية. نعم، أصبحت الجامعة تبيض ذهبا في حالة صاحبنا الملايير. 8 مليارات في حساب زوجته، ولائح من العقارات والأملاك والأراضي. يتنافس صاحبنا الأستاذ مع الملاكين الكبار ورجال المال والأعمال. أستاذ شرف، مكانة اجتماعية تغنيك عن المال الحلال فضلا عن المال الحرام. أستاذ أو الفقيه أو العالم وكثرة المال لا يجتمعان. أستاذ ينير الطريق، أستاذ يصلح ما أفسد الناس. هذا هو الأستاذ أو العالم أو الفقيه، المهم بلغتنا الحالية أستاذ أو دكتور. سمعنا في السنوات الأخيرة عن الجنس مقابل النقاط، قالوا حالات معزولة. سمعنا عن الشهادة مقابل المال أو التسجيل مقابل إكراميات حزبية. سمعنا عن الأساتذة فرضوا ما يشبه الإتاوات على الطلبة بإجبارهم على شراء مؤلفات الأستاذ، مستغلا سلطته في المدرج، مع الإدلاء بالنسخة للأستاذ المحترم لكي يتأكد أن النسخة خاصة فعلا بصاحبها ويوقع عليها حتى لا يسلمها الطالب لطالب آخر. سمعنا عن محاكمة عصابات تزور دبلومات وأختم الأمانة العامة للحكومة. سمعنا عن عصابة يزيد عددها عن 20 شخصا تقوم بتزوير شواهد ودبلومات جامعية مختلفة، بعضها يتعلق بمهن الطب، طب الأسنان، الترويض الطبي، تدوير المقاولات كما كان يفعل مستخدم بالجامعة الدولية بسلا. سمعنا عن اعتقال مدير مدرسة لتكوين المبصرين ليزوبسيسيان بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة مقابل من منح شهادة لشخص لم يحصل على تكوين ولم تطأ قدماه المدرسة. بعد مواضعة نقابة المبصرين شكاية لدى النيابة العامة ضد المدير المذكور لتسببه في إغراق المهنة بأصحاب دبلومات فارغة يهددون صحة مغاربة. ما فهمتش هاد الهواس بالدبلومات أو الكرتونة كما يسمونها، المهم هي الكرتونة. كاين اللي كيزور باش يخدم مثلا شركة كابلاج، كاين اللي كيزور باش يدير دونتيس، باش يحل محل ديال لوبتيك. هادوك المزورين كاين انواع، كاين اللي باغي يترقى اجتماعيا، كاين اللي كيزور باش يجمع شويه الفلوس، كاين اللي باغي باش يعيش، لان المال في هذا الزمان هو الطريق الاقصر للجاه والوجاهه وللنصب على عباد الله. كاين اللي كيزور لانه مريض باش يجمع الفلوس، باش يستعبد الناس كما قلنا سابقا، يستغلهم. نسي قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقول
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مهم هو ديبلوم باش يجمع الفلوس. من غرائب المقدور، هذه الأيام تلازمني هذه الكلمة مستذكرا كتاب غرائب المقدور في أخبار تيمور لابن عرب الشاه. من غرائب المقدور أن المبلغ عن الفساد والمفسدين هو الذي يحاكم، هو الذي يتابع. ومن يرفض التزوير ويكتفي بالقليل كيولي انورمال، ما عايش الواقع، ما كيفهمش الواقع، ما كيعرفش يخدم. هذه هي اللغة الدارجة في هذا الزمان، اللغة الرائجة، ما كتعرفش تخدم. هذا هو الواقع، الشيء اللي عطا الله، كولو سكوت. سنة 2018 حكمت محكمة على أستاذ بغرامة 13 مليون سنتيم بعد أن نشر تدوينة عن فساد الأستاذ المذكور صاحبنا. نعم، حكموا عليه ب 13 مليون. حكم آخر صدر عن مبلغ عن الفساد وضد نفس الأستاذ سنة 2018 بعدما نشر تدوينة بالفيسبوك عن فساد الماستر الذي يديره الأستاذ، استعف عن ذكر اسمه، بجامعة أكادير، وعن كون الماستر مقابل المال والبلطجة والنفوذ. فقام المشتكي أستاذ صاحبنا بتقديم شكاية مباشرة بهذا الشخص، فقضت المحكمة الابتدائية بأكادير بالحكم عليه بغرامة قدرها 3000 درهم من أجل جرائم القذف والسب، وبتعويض للمطالب بالحق المدني ب10 مليون سنتيم. هذا هو جزاء من يبلغ عن الفساد أو يشير إلى الفساد. صاحبنا الأستاذ بطل فضيحة سابقة، نعم، عندما كان أستاذا بأسفي. لا زلت أذكر تلك الفتاة التي خرجت في ندوة صحفية نظمها الائتلاف المحلي لمناهضة الفساد والتحرش الجنسي بمقر جريدة الاتحاد الاشتراكي بأسفي. نعم، خرجت طالبة بوجهها وكانت لها الجرأة والشجاعة لتتحدث عن تحرش أستاذ بها. ماذا كانت النتيجة؟ اكتفوا بترحيله إلى جامعة بن زور. الدروس المستفادة: أولا، الدور المحوري الذي تلعبه جمعية حماية المال العام في فضح ملفات الفساد، وهو ما يسعى وزير العدل وهبي الآن لحرمانها منه وبالقانون. فقد راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والتي تحدثت عما أسمته تكوين عصابة إجرامية مهمتها التزوير في الشهادات الجامعية، مشيرة إلى وجود شبكة مكونة من أساتذة جامعيين وموظفين عموميين تستغل موقعها ومنصبها لتوزيع شهادات الماستر والدكتوراه دون احترام للضوابط البيداغوجية أو المساطر الإدارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للتعليم العالي. الدرس الثاني هو تداخل الحزب مع الأكاديمي أو تقاطع الحزب مع الأكاديمي مع النفوذ السياسي ومع رجال السلطة. هذه الخلطة العجيبة التي هي أنتجت لنا هذا الفساد. الأستاذ محمي عارف راسو اش كيدير، يبيع ويشتري وهو مطمئن. فصاحبنا الأستاذ الجامعي نسج شبكة علاقات واسعة بفضل إشرافه على بحوث طلبة بعضهم ينتمي إلى مختلف الأسلاك من مال وأعمال، إلى جانب شخصيات نافذة وبارزة وأبناء ميسورين، وهو ما جعله يتحدى زملائه الأساتذة في عدة مناسبات. يعني العلم أصبح في خدمة السلطة وفي خدمة الحزب، وهذا خطر كبير، ثالث درس: هذا الماستر علاش دبلوم هجين بين إجازة تم تقليص مدة الإعداد فيها من 4 سنوات إلى 3 سنوات
مع إفراغها من مضمونها. والدكتوراه أصبحت مبنية على هذا المصدر مع تحديد سقف سنوات البحث في الدكتوراه. بحث الدكتوراه لا يسقف بزمن صارم. بحث الدكتوراه قد يستمر إلى 30 سنة. أين المشكل؟ المهم هو الإعداد والبحث، هو عن جدارة. دابا الدكتوراه ديال كوكو 8 مينوت بالزربة، عندك سقف خصك دير لنا دكتوراه. شحال ديال الدكاترة جعجعة بلا طحين. نختم ما بدأناه، وهو جواب ابن المقفع عن سؤال أبي جعفر المنصور: ما الذي أفسد الناس وكيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ نعم، جوابه في ذلك الزمان، حيث أجاب: أما سؤالكم عن الزمان فإن الزمان هو الناس. نعم، بتلك العبارة كتب الأديب الأريب عبد الله بن المقفع رسالته في الإصلاح السياسي إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، متحدثا عن 4 أزمنة حضارية لن يخرج عنها مسار الإسلام والمسلمين. الأول وهو أفضلها من جمع فيه صلاح الراعي والرعية، ويليه في الأفضلية الزمن الثاني وهو أن يصلح الإمام نفسه ويفسد الناس، وبعدهما الزمن الثالث الذي يتميز بصلاح الناس وفساد الراعي. أما الزمن الرابع فهو شر الأزمنة من جمع فيه فساد الراعي والرعية. أين نحن من كل هذا؟ وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.